القسطنطينية أو المدينة الحصينة. تخيل إن المدينة ديت فيها 4 أنواع من التحصينات، ما بالك بقى لو نوع واحد موجود في مدينة كافي إنه يقف قدام حصار بروشور. تخيل بقى ال4 موجودين في مدينة واحدة. أنا أحمد عزام، النهاردة هنتكلم عن قصة القسطنطينية. قال رسولنا الكريم: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. في سنة 245 يتولد واحد اسمه ديجلاديانوس. ديجلاديانوس دوت أبوه كان راجل فلاح طبيعي. المهم عمك ديجلاديانوس دخل الجيش واترقى في المناصب وأصبح إمبراطور للإمبراطورية الرومانية سنة 284. فضل ماسك الحكم لحد سنة 335. عصره اتلقب بعصر الشهداء علشان الاضطهادات اللي هو عملها في المسيحيين. وبالتاريخ اللي هو اتولى فيه الحكم سنة 284 بدأ الكتاب في تاريخ الطب. المهم إن عمك ديجلاديانوس عمل نظام اسمه الحكومة الرباعية. نظام الحكومة الرباعية هو باختصار شديد إن الإمبراطورية الرومانية تنقسم إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي. كل قسم يبقى ليه إمبراطور يحكمه، ويكون للإمبراطور واحد مساعد خد لقب قيصر. المهم عندك عمك ديجلاديانوس يمسك القسم الشرقي علشان كان القسم الشرقي غني بالموارد والحاجات اللي هو محتاجها في الامبراطوريه ورجال وغيرها. المهم بطل القصه بتاعتنا هو واحد اسمه قسطنطين، كان عايش في العاصمه في القسم الشرقي لحد ما عمك ديجلاديانوس يعتزل وقال للامبراطور اللي كان في القسم الغربي برضه يعتزل معاه، وساعتها بقى قيصر اللي كان هنا واللي هنا هيصبح امبراطور. المهم عمك قسطنطين بتاعنا كان قاعد في القسم الشرقي، وابوه كان قيصر ساعتها هناك في القسم الغربي واصبح امبراطور. فهرب قسطنطين لابوه هناك، وحصل بقى صراعات بين اكثر من شخص وحروب اهليه. المهم عندنا بعد البلاد دي كلها فضل واحد منهم عايش هو قسطنطين، واللي اعترف بالمسيحيه في مرسوم ميلاد سنه 313. المهم عمك قسطنطين كان عايش في القسم الشرقي وعارف ان هو مهم جدا، وعشان كده قرر ينقل العاصمه. وعندنا قسطنطين مش اول شخص يحاول ينقل العاصمه. عندنا واحد اسمه يوليوس قيصر حاول ياخد الاسكندريه عاصمه للدوله الرومانيه، بس الرومان اخذلوه. فعمك قسطنطين قرر خلاص، قالوا له دوروا لي على عاصمه خدها هناك في القسم الشرقي. طب بيدوروا له ايه؟ قعدوا يدوروا، جابوا له حوالي 5 مدن لحد ما اختار مدينه اسمها بيزنطة واطلق عليها روما الجديده. فنقل له عاصمه هناك وبدا ياسسها. والمدينه دي كانت متحصنه ب3 اتجاهات من الماء وجزء واحد بري. المهم واحد من الحاشيه بتوعه قال: متى سيقف الامبراطور؟ رد عليهم وقال لهم: عندما يقف من هو سائر امامي، اللي هو خلاص لو راجل هقف قدامي. مش محتاجة حاجة يعني. بس المميزات دي كلها كان فيها عيب للمدينه، ان في فصل الشتاء كان بتتعرض لعواصف كبيره. المهم سنه 330 قسطنطين نال العاصمه، ومن هنا بدأت الامبراطوريه البيزنطية. بس على العموم اللي عمل المدينه دي في الاصل واحد من ملاحين اليونان اسمه موجود قدامك اقرا. المهم ان هو سماها روما الجديده، ومع الوقت سموها قسطنطينيه نسبه ليه. وعلى العموم اكبر الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عنه اللي قعدت قرون كتير تحرق في المسلمين، وحاولوا 11 مره يفتحوها بس كل المحاولات فشلت. وفي بشارة نبوية بتقول: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. وفي آراء كتير هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ بغض النظر عن النقطة ديت، الحديث ده كان حلم معظم قادة المسلمين. فنسأل نفسنا سؤال: هي ليه القسطنطينية قعدت القرون دي كلها مش راضية تتفتح؟ أول حاجة بسبب موقعها الجغرافي، هي عبارة عن شبه جزيرة، المية حواليها من 3 اتجاهات، القرن الذهبي مضيق البوسفور وبحر مرمرة. أما الجزء البري كان مليء بالعوائق الطبيعية، وبكده تكون عندها حماية طبيعية، ووقوعها بين قارة آسيا وأوروبا واللي خلاها اقتصادها عالي عشان تربط تجارة الشرق بالغرب. تاني نقطة معانا هو ارتفاع المدينة والأسوار اللي كانت بتحيط المدينة، وهي مش أسوار طويلة وخلاص، هي كانت مجموعة من الأسوار وخصوصا الجزء البري، وإن في مسافة من كل سور وسور. وتالت نقطة معانا هي السلاسل الحديدية. كان أضعف نقطة في المدينة هو منطقة القرن الذهبي، عشان كده كان بيعمل حاجة
اسمها الثلاثيه الحديديه، ودي اللي كانت سبب كبير في هلاك اساطير من البحر، ودي تعتبر سلسله كبيره كانت بتشد اول لما يبدا الخطر، كان بتمنع اي سفينه حرفيا تخش القرن الذهبي. رابع نقطه هي الاسلحه بتاعت القسطنطينيه. كانت القسطنطينيه فيها انواع كتير من الاسلحه، سيوف، مدافع، اسهم، سيف مغلي، واهم السلاح كان موجود هو النار الاغريقيه. طب احنا عمالين نقول ان المسلمين حاولوا 11 مره، طب هي بدات اصلا امتى حاول؟ من اول معاويه بن ابو سفيان الدوله الامويه لحد الدوله العثمانيه وجه محمد الفاتح وقتها. ونتعلم هنا درس مستفاد، انك لازم تحاول مره واثنين وثلاثه وعشرة، مش زي ناس كده تحاول مره واثنين وتفشل فخلاص. خد لي بالك انت، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. طب ازاي محمد الفاتح قدر يفتح القسطنطينيه وهو عارف العوائق دي كلها؟ طب ازاي اصلا قدر يقنع جيشه ان يفتحها معاه معنويا وماديا؟ وغير كده ازاي اصلا قدر يخلي الشعب والجيش يسمع الكلام، بالاضافه ان هو حكم وهو صغير؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. ده كله هنعرفه اكتر في الفيديو الجاي. سلام. ننام دلوقتي وبكره حلها الف حلال.